مصر كلها هتنتج كهرباء قريب. الحكومة بتعفى أي حد عايز يستخدم الطاقة الشمسية من أي شروط معقدة، بل وبتسهل الموضوع كمان، وبتوجه كل أوجه الدعم لأي مواطن عايز يستخدم الطاقة الشمسية سواء في بيته أو في شغله. الخطوة الوحيدة المطلوبة في الوقت الحالي هو التنسيق مع شركة الكهرباء وقت ربط الألواح بالشبكة خلال عداد صافي القياس. ودلوقتي بيتم تأسيس شركة مشتركة بين الشركة القابضة للكهرباء في مصر والهيئة العربية للتصنيع. الشراكة دي هدفها هو تصنيع ألواح طاقة شمسية بكفاءة عالية وبأقل تكلفة وتوفيرها بشكل كبير يسد احتياجات الناس. والتصريحات دي نشرها اليوم السابع نقلا عن مسؤول بشركة الكهرباء. الخوف كله من الموضوع ده هو إنهم يحصلوا من اللي يركب طاقة شمسية أي رسوم، لأن ده هيبقى مش من حقهم خالص الصراحة. ولو ما حصلوش رسوم شهرية وكمان ساعدوا في تركيب الألواح هتبقى حاجة حلوة خالص الصراحة. وناس كتير هتغطي أسطح المنازل والأسوار اللي ما بتستخدمهاش بألواح الطاقة الشمسية وتولد كهرباء وزيادة عن طاقتها كمان، وهتوفر كهرباء بيدفع فيها مبالغ شهرية. ويقال ان بحسبة مبدئية كده المنزل هيتكلف 100,000 جنيه، ومتاح بيع الفائض بتاع المنزل للحكومة كمان. يعني الحكومة هتساعدك في التركيب وتشتري منك اللي يزيد عليه. انت بقى لو لقيتها بتكلفة مناسبة واقل من تكلفة الكهرباء النظامية هتشغلها ولا لا؟ وتأكد انك متابعني عشان هعمل فيديو بمميزاتها وعيوبها وافضل انواعها. وصل على النبي.